وقد تصاعدت الانتقادات الموجهة إلى منتخب فرنسا والمدرب ريمون دومينيك بعد هذه الهزيمة أمام المكسيك، والتي جعلت المنتخب الفرنسي قاب قوسين أو أدنى من الخروج من المونديال. هي مجرد هزيمة تلك التي لحقت بمنتخب فرنسا أمام نظيره المكسيكي، أم أن كرة القدم الفرنسية نالت ما تستحقه بعدما تأهلت لمونديال جنوب أفريقيا بطريقة تنافي مبادئ اللعب النظيف؟ لمسة يد من النجم تيري هنري هي ما مكن فرنسا من اللحاق بالعربة الأخيرة لقطار المونديال، لكن الفريق ظل غير مقنع أو ممتع حتى لجماهيره. ومع أن كرة القدم لم تكن يوما ميدانا لتطبيق العدالة الكاملة، فإن هنري بدا وكأنه يدفع الثمن، فظل قابعا على مقاعد البدلاء معظم الوقت، سواء مع منتخب بلاده أو مع فريقه برشلونة الإسباني. الخسارة أمام المكسيك جاءت لتؤكد ما أشار إليه البعض من أن فرنسا التي فازت بكأس العالم عام 98 بفضل زين الدين زيدان ورفاقه لا تستحق حاليا التواجد بين الكبار، خاصة مع إخفاقها في كأس أوروبا الأخيرة بالخروج من الدور الأول. المدرب ريمون دومينيك الذي بقي في منصبه طويلا رغم افتقاده ثقة الجماهير يبدو حاليا في طريقه لإنهاء مسيرته بشكل ربما يناسب الإخفاقات التي لحقت بالفريق في عهده. الصحافة الفرنسية شنت هجوما لاذعا على فريقها، وقالت لكيب إنه قدم عرضا سيئا يكذب كل التصريحات التي أدلى بها المدرب ولاعبوه، مؤكدة أن هؤلاء لا يستحقون البقاء بالمونديال. أما الصحافة البريطانية والأيرلندية فذهبتا إلى حد السخرية والشماتة، وقالتا إن فرنسا نالت ما تستحقه ولن يحزن أحد على الإطاحة بها من كأس العالم. لكن أكثر التعليقات إيلاما جاء من داخل البيت، وبالتحديد من قائد المنتخب باتريك إيفرا الذي وصف ما حدث بالكارثة، وقال إن فرنسا على صعيد كرة القدم لم تعد بين الكبار.